السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه قبل أي حاجة بطلب منكم أن انتم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على منتخب مصر وفوز منتخب مصر، وطبعا هنشيد ببعض اللعيبة. يعني بصراحة النهاردة الشوط الأولاني كان كويس جدا، كنا ممكن نزود فيه جوان غير ضربة الجزاء اللي طبعا جابها صلاح. وطبعا اللعيبة أنا بشكرهم إن هم لعبوا بقية الماتش ب10 لعيبة. وطبعا بحب طبعا أبارك للجهاز الفني والجهاز الإداري والجمهور طبعا بتاع مصر. بحب أبارك لهم وأقول لهم ألف مبروك للصعود، إن إحنا طبعا صعدنا الأول عشان يعني ما نجيش في سكة المغرب. طبعا المغرب عشان هي اللي منظمة البطولة والبطولة على أرضها وجمهورها. بس أنا بحب أشيد طبعا كان الشناوي الفترة اللي فاتت دي كان برضه مستواه يعني مذبذب، بس بصراحة في الماتش ده برضه الواحد لازم يشيد بيه. مستواه يعني يعتبر كويس جدا يعني النهارده. وطبعا من وراه يعني يعتبر الشناوي وياسر إبراهيم. بصراحة النهارده كانوا 10 على 10. بس طبعا احنا قعدنا لغاية آخر ثواني في الوقت، كنا برضه حاطين ايدينا على قلبنا لأن الجون كان لازم يتقطع بجون تاني. وطبعا نكسب الحمد لله عليه، وبنقول لهم برضو مبروك الصعود للدور اللي جاي ان شاء الله. وعايزين بقى من احسن لاحسن ان شاء الله ونشوف كرة كويسة. وطبعا منتخب مصر معودنا من زمان لما بيلعب طبعا بطولة مجمعة واللعيبة بتقرب من بعضيها بيعملوا اداء كويس. يعني بنطلب من اللعيبة ان هم يبقوا طبعا فريق كله على قلب راجل واحد، وطبعا يورونا بقى يعني مجهود كده وكرة كويسة إن شاء الله، ونروح لأبعد حتة في البطولة يعني أنا بقول لهم اعمل اللي عليك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا إذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير، ولو في حاجة في التعليقات إن شاء الله تقولوا لنا. وطبعا زي ما أنا برضو بنهي الفيديو بتاعي بقول مساءكم ورد وفل وخير من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.